ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أبدى عدد من المغاربة تخوفهم من إعصار الثينا الذي روجت بعض صفحات الفيسبوك اليوم الثلاثاء خبر اقترابه من السواحل المغربية. وخلافا لذلك، كشف الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية في تصريح لموقع سيت أنفو أن الأمر لا يتعلق بإعصار، وإنما هو مجرد منخفض استوائي يتواجد حاليا بعرض المحيط الأطلسي ويبعد عن المغرب بنحو 2700 كيلومتر. وأشار يعابد إلى أن المنخفض المذكور لا يرقى إلى مستوى إعصار حسب ما تم الترويج له. واستطرد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية قائلا: منخفض الثينا لا يتطور بشكل كبير، كما أنه ليس ذا خطورة كبيرة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.